السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. طبعا لا نفوت هذه الفرصة طبعا للحديث عن مونديال قطر 2022 طبعا الذي أبهر العالم ولا زال يبهر العالم انطلاقا من التنظيم ديال كأس العالم. وأعتقد أن قطر رفعت السقف كثيرا عن يعني التنظيمات المستقبلية. رفعت السقف من حيث التنظيم، من حيث الانضباط، من حيث الملاعب، البنية التحتية، طريقة الاستقبال، أخلاق العرب، قيم العرب التي تجلت من خلال تنظيم هذا الحدث. فكرة القدم ليست هي فرقة 11 لاعب يلعب ضد 11 لاعب. اللي كنعرفوه اليوم أن كرة القدم تحولت إلى صناعة، إلى تجارة، إلى تسويق، إلى إعلام، إلى اقتصاد وتنمية متكاملة. وبالتالي هي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الدول ومن ثقافتها ومن تعريفها ومن هويتها. والدليل هو ما نراه اليوم في هذا المحفل الدولي الذي يشرف العرب كتنظيم. فشكرا لقطر وشكرا لأمير قطر وشكرا للمنظمين لهذا المحفل الدولي المونديال قطر 2022. طبعا المفاجآت ليس هناك مفاجآت، وبالتالي كل من اشتغل وهيأ طبعا سيحصد في الأخير النتائج الجميلة. وهنا من هذا المنبر المتواضع أشكر المنتخب المغربي اللي بعث الفرحة في ربوع الوطن العربي، في إفريقيا، في العالم الإسلامي، في مجموعة الدول الحرة طبعا التي تقدر كرة القدم وتقدر ثقافة الشعوب. وبالتالي نعرف جيدا ذلك الهجمة الشرسة على قطر قبل المونديال طبعا من دول أوروبية، من بينها مثلا ألمانيا، فرنسا، وكذلك بريطانيا، بحيث أن كانت هجمة على العرب، هجمة على المسلمين. وبالتالي بان ذلك الحقد الدفين لدول الغرب تجاه ما كل ما هو عربي، كل ما هو إسلامي. وبالتالي الهجمة كانت موجهة لقطر، وكانت هجمة شرسة إعلامية. لكن الرد كان ردا جميلا من قطر، بحيث أنها فرضت القوانين ديالها والأخلاق ديالها، واللي ما يعجبوش الحال يرحل من قطر. وبالتالي خضعت الجميع، خضعوا الجميع لهذه المبادئ ولهذه القيم ديال قطر. وبالتالي كانوا العرب والمسلمين احسن سفراء امام شاشات العالم انه بينوا اخلاقنا وقيمنا وقيم مجتمعنا. صحيح اننا في الدرجه الثانيه، صحيح اننا مساله التنميه لا زالت تحبو وتتطور شيء فشيء، لكن نملك اخلاقا وقيما ربما افضل كثير من الحضاره الغربيه. وما وقع في الفخ هو المنتخب الالماني الذي اتى بقيم جديده وحديثه ضد قيم المجتمع الاسلامي، فحاول ان يفرض تلك القيم للمثليين والاقليات الى غير ذلك باسم حريه وباسم. فبالتالي هم حينما يستقبلون الأجانب أو يستقبلون التنظيمات يفرضون شروطهم وقوانينهم. وبالتالي قطر فرضت قوانينها وقيمها المجتمعية عبر هذا التنظيم، فغضبوا كثيرا. وبالتالي كان أحسن رد لقطر هو تلك القيم والتعامل بصرامة مع كل من سولت له نفسه أنه يبتعد على القيم العربية والإسلامية اللي طبعا كتحدد مفهومنا للحياة، مفهومنا للدين، مفهومنا للرياضة، مفهوم المفاهيم كلها اللي كنعرفوها. فهذه النقطة وهذا الملتقى الدولي فليس هو فقط لكرة القدم، هناك صراع قيم. هذا هو اللي لاحظناه، صراع قيم، صراع قيم وتجلى في ما جسده. احسن رد كان الرد نتاع المنتخب المغربي، يجسدوا من قيم نتاع الارتباط بالاسره، الحفاظ على الطبيعه، لان حيت كتناقض الطبيعه كتولي مختلف، وبالتالي كتخرج على نسق الحياه وكتخرج على ما كل ما هو طبيعي. وكيمكن تكون في ديك الحاله شاد. وهنا الشاد ماشي شاد بمعنى سميتو شاد على مستوى الفكر، شاد على مستوى الاخلاق. شاد يعني انك استثناء وليس القاعده. المنتخب المغربي علم العالم القيم من خلال الارتباط الاسري، من خلال ذلك الحنين الى الام، ذلك الحنين الى الاسره، الارتباط بالام باعتبارها البركه وباعتبارها رضاة الوالدين وباعتبارها تلك القيم الجميله التي نستمد منها القوه ونستمد كذلك بها الانتصارات والتفوق. وبالتالي التجسيد ديال المنتخب المغربي هو كتفوق، لانه كان يعني مرضي الوالدين، كان مرتبط بالاسره وكان مرتبط بالوالدين. وهذه من القيم الجميله اللي كانت جزء يتجزا من الانتصارات اللي قام بها. فشكرا للمنتخب المغربي لاننا ساعدنا كثيرا من تلك الانتصارات، كما اسعد افريقيا والعرب والمسلمين. والسعاده كانت كبيره جدا، لان تفسير السعاده والفرحه في تلك اللحظه فالتفسير الحقيقي ما وجدناش.
علاش؟ لانك كتفرح حيت كتكسب المال، كتفرح حيت كتحصل على وظيفه، كتفرح حيت كدير شي حاجه بحياتك. لكن الفرحه ديال الانتصار طبعا ليس لها مفهوم وليس لها معنى، تبقى سريه وكامنه في الذات. فالابن الصغير كالمسن كالشاب الى غير ذلك كلهم رفعوا الرايه المغرب وكانوا متوحدين حول هذا الوطن العزيز والجميل على قلوبنا جميعا. فهذا التجسيد طبعا عرف بان المواطن المغربي يستحق اكثر، لانه يعني في كل المحطات كيخرج كيبين على وطنيته وعلى انتمائه. وبالتالي هذه مساله الانتماء هي غايبه عن كثير من الشعوب، لكنها موجوده عند المغاربه، سواء تغربوا سواء عاشوا في اوروبا سواء انهم تزادوا في اوروبا. لكن هذه المساله ديال الانتماء للوطن هي قويه عندهم، لانهم مؤمنين بان الكمال ديال الايمان ديال الانسان هو حبه للوطن ديالو. وهذا احد القيم من اكبر القيم اللي ممكن يقدمها منتخب لبلادو، لانه كيعري المشاعر وكيكشفها للعلن. فشكرا لكل الاخوه العرب بما فيهم الجزائريين اللي خرجوا وعبروا على الفرح ديالهم. لكن دعونا لا نضع هذه الفرحه في، لانها بعض الاصوات والناس اللي كينتموا للنظام الجزائري مع الاسف خرجوا بتعليق وكلام خارج عن الموضوع، واعتقد انها ليس هو الموجود في قلوبهم، ربما يعبرون عن اشياء ليرضوا سيادهم. وثانيا لاحظنا الحقد الدفين ديال القياده الجزائريه للمغرب من خلال الاعلام الرسمي، فاقالت مدير التلفزيون فقط لانه اشار الى انتصار المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي. وهنا كتظهر بان القياده في الجزائر ما كتطمحش انها تصالح او لا تخلق علاقات جيده في المستقبل مع المغرب، فما تخفيه فهو خطير جدا. ولا ندري متى يعني تصنع في الخفاء للمغرب وماذا تريد من المغرب في المستقبل. نتمنى ان يكون سلام مغربي. اتمنى من خلال هذه الفرحه اللي تعم انها تحسس الاحرار في الجزائر وتحسس الناس باننا وطن واحد، وباننا مهما طال العداء مهما طال الخلاف فضروري في يوم من الايام اننا غادي نجد شيء مشترك اللي هو كثير. فالمشترك كثير بيننا لنجد صيغه تجعلنا اخوه و في علاقات جيده في المستقبل. فشكرا لكل الاصوات العربيه الحره اللي فرحت من القلب. فالفرحه الحقيقيه ماشي حيت كتفرح بوحدك، ولكن الفرحه الحقيقيه هي حينما يشاركونك العرب والمسلمين والافارقه. هذه الفرحه فهي فرحتين، ولحد الان لازلنا مصدومين. بمعنى اخر الفرح على اننا صعدنا من دور المجموعات وهذا فرح، الفرح على اسبانيا كان فرح يعني غير طبيعي، لكن الصدمه هو الفرح اننا طلعنا النصف النهائي. فلازلنا لم نصدق بعد هذه الحقيقه نتاعت اننا في المربع الذهبي اننا وصلنا لهذه القمه. لكن الحلم الحقيقي اللي وعد به هذا الحلم ممكن يتحقق الى اشتغلنا عليه، الا عملنا عليه، الا درنا النيه كما قال الركلاكي، الا كنا كنحبوا هذا الوطن، الا عملنا كفريق باستراتيجيه معينه، الا حسنا اللاعبين باننا لسنا اقل قيمه من اللاعبين الاخرين. فهم عندهم 11 لاعب وحنا عندنا 11 لاعب. كتبقى مساله قتاليه ومساله ديال الانتماء ومساله ديال حب الوطن ومساله ديال الايمان ومساله ديال رضا الوالدين ومساله ديال المعنويه والنفسيه انني لا اقل قيمه عن الاخر. وبالتالي هذه التحديات في كره القدم كنتمناها تنتقل لمجالات اخرى في المغرب، المجالات ديال اصلاح الاداره، المجالات ديال اصلاح التعليم، المجالات ديال اصلاح الصحه. اعتقد ان الصوره والنموذج اللي قدموه السير دراغي اعتقد انه نموذج يقتدى به لو انه في عالم الرياضه. لكن ممكن اذا اشتغلنا في السياسه وعطينا الفرصه للاكفاء وعطينا الفرصه للناس اللي عندهم مشاريع اقتصاديه انهم يقدروا يهيئوا هذا الوطن انه يكون في المقدمه ويكون ضمن الصفوف الاولى. ولما لا، فهو حلم كل المغاربه اننا ننتشلوا من الفقر ويخرج المجتمع المغربي فائز على مستويات عده، التعليم، الصحه، في كل المجالات. ما نتركوش الفرصه للفشل وما نتركوش الفرصه للناس اللي كيستهتروا بالمغاربه. فهذا الشعب يستحق الاحسن، يستحق الاصوب، يستحق الاقوم، يستحق انه يعيش في وطن بكرامته الى غير ذلك. فالنموذج الكروي كان اجمل نموذج اننا ناخذه في المستقبل. فكره القدم ستنتهي بعد ايام، لكن هذا الاصرار على الانتصار، الاصرار على التحدي، الاصرار على التواجد يجب ان ننتقل الى الحياه البرلمانيه، الى الحياه السياسيه في المغرب، الى الاحرار انهم ينهضوا بهذا الوطن. وهي رساله مهمه للفشله الذين يقودون الحكومه انهم ياخذوا العبره وياخذوا الحكمه بما قامه الركراكي والشبان المغاربه اللي قدموا اجمل نموذج في الاخلاق، في القيم، في السجود لله، في التوكل على الله للحصول على انتصارات. فهذه القيم هذه يجب ان تنتقل حتى الى المجتمع المغربي، انه كل واحد يعرف المسؤوليه على عاتقه، انه يخدم بضمير. والله سنصل الى مستويات عليا في كل شيء، في التنميه، في الاقتصاد، في كل شيء. ففقط
نجددوا النيه ونتوكلوا على الله ونشتغلوا ونعطوا قيمه لهذا المواطن لانه يستحق. وشكرا على انتباهكم، واتمنى الانتصار على فرنسا، لان ليست اقل قيمه من البرتغال او اسبانيا، فقط الاصرار والعزيمه والتحدي طبعا اننا نصل الى النهائي. اتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وشكرا للعرب جميعا بدون استثناء، والمسلمين والافارقه وكل احرار العالم الذين ساندوا المنتخب المغربي اسود الاطلس. شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في حلقه قادمه.